والمشتي والنوطيح والقيس فالي مريح. وشنو هذا؟ ما يمدوا لنا ني دار ني والو. اش ندير؟ ومش يعطونا كاع مارقة الحامي ويودي انا ندور على مارقة الحامي. كاع مخلوعين مكبوتين. اول مره ضرباتك؟ تضرب ما حتى كسرت ولي على يدي. ضربتني التيبيا هنا كاع زرقتها. راه مش هذه الخدمه، هذا راه خدمه راجيه. شوف راه نقول دير ثقه دير ثقه في الدوله. او داير ثقه في ربي انا نحس روحي محقار، نقول لك الحق. السلام عليكم، معكم الجوكر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون وما أدراك ما فرعون، طغى وتجبر فوق أرض الرحمن، قهر المساكين وظلم الكبير والصغير، إلا وأن إرادة الله تعالى فوقه وفوق جنوده. أوجه اعتذاري إلى إخوتي وأخواتي على طول الغياب، والسبب كما أخبرتكم مسبقا وفي آخر فيديو بأنني سأعتزل هذا العالم الذي أصبح لا يعترف بالحق. أنا إنسان كغيري من البشر، واجهت الظلم والقهر في المجتمعات التي أعيش بها. أنا إنسان كغيري من شباب الجزائر، كنت أسعى دوما لقول كلمة الحق بدون نفاق ولا أي مجاملة. أنا إنسان بسيط ومن صلب الشعب الجزائري. غبت عنكم أحبائي المتابعين، ولكن رسائلكم لم تغب عني ولو ليوم واحد. الكل يتساءل: أين أنت يا الجوكر؟ أين غبت؟ اشتقنا لكلمة الحق التي كنت ترددها. انسحبت من هذا الفضاء الأزرق وموقع يوتيوب لأنهم يشجعون المحتوى الرديء، وأصبح السفيه يتكلم في أمور العامة. على العموم، ها قد عدنا والعود أحمد. عدت إليكم مجددا لأضع يدي في أيديكم ولنجعل صوت الحق يطفو في سماء وطننا الحبيب. الفيديو الذي حفزني على العودة أكثر هو لشاب جزائري كمثله من شباب الجزائر. وما أدراك ما شباب الجزائر؟ شاب ظهر وهو يستنجد في رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو يشتكي ظلم أحد المسؤولين عليه على المباشر، ولكم هذه المشاهد. فهذا المواطن ما زال مهدد من قبل العصابة. واحد من العصابه، هذه هي العصابه، هذه هي العصابه، واحد من العصابه، هذا العصابه. هذا الانسان علاش تحقر؟ قال لي روح للشعب الجزائري وروح الفوق يقصد تبون، قال لي قول لهم باللي انا راني حاقرك. واه قول لهم حقرني رئيس البلديه، قول لهم حقرني رئيس البلديه، قول لهم حقرني رئيس البلديه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله شهداء الجزائر وأسكنهم فسيح الجنان. شهداء ضحوا من أجل أن يحيا هذا الشعب بحرية وكرامة، فيخرج من بين المجتمع هذا الذي نعيش فيه من يعلو ويتجبر فوق أرضنا الطاهرة، والتي تركها الشهداء أمانة للأجيال ما بعدها أجيال. رئيس بلدية في غرب الجزائر يستغل جبروته على مواطن بعبارة: قلهم حقرني رئيس البلدية. هؤلاء البشر قال عنهم رئيس الجزائر ذات يوم هذه العبارات: حقرني رئيس البلديه، قلهم حقرني رئيس البلديه. هاد التصرفات هذه اللي تعمر الحباس. أخبرني يا صديقي ويا أخي ويا ابن بلدي عن مشكلتك بالضبط، وكيف وصل بك الحال إلى هذا التصرف. الو غير باش نفهمكم ليا في ربي يا جماعه، انا بومدير العربي من فرندا ولاية سياس كامل تعرفوني، انا مخرج وممثل. نقيس روحي نبات برا. رئيس البلديه الاسبق عطاني واحد ليبيسيان في السطاد. الور انا سكنت، الله غالب لانني ما عنديش وين نروح، سكنت والله كثر خير الجمعيات والناس عاونتني وما يبغينيش من عند ربي، ما يبغينيش. الور كي ولا رئيس بلديه ولا جايبها من مورايا على هذا المسكن، جايبها مورايا حال من مره يطيح لي بالوالده تاعي وانا ما عندي حتى بريف، ما تقدر دير له والو. راه عندي البريف باش نبين لكم باللي هذا عصابه. قال لي انا هو السلطه في الجزائر، قال لي لا عندك اي واحد ينجم يجيب لك حقك، قال لي نتحداك. تهضرك مريضه تقول لي الوالي، وتقول لي انت واش قاعد تهضر الهضره تاع الوالي؟ علاه الوالي ما يحكمش؟ الهضره تاع الوالي انا نحكمها. صافي الوالي ما ياكلش؟ لا ما ياكلش معايا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، وإن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الحادثة بولاية تيارت، ولاية الكرم والرجال وموطن الأحرار والشرفاء. شاب جزائري يبكي القهر والظلم ويستنجد بوالي ولاية تيارت بوقرة، والذي هو أيضا أحبه الكبير قبل الصغير بالجزائر. ولكم هذه المشاهد. يقتلوني، دخلوني للسجن، خاطر راه يحوس كيفاش يتخلص مني هذا رئيس بلديه. ضياف ربي يزيدكم في جاه رسول الله. يا جماعه بارطاجونا الفيديو الله يحفظكم. سمحتني، هذا الانسان راه يتحدى ايضا رئيس دائره، تحدى كل الدوله الجزائريه. قال لي روح لفوق، يقصد القياده ويقصد حكام الدوله. قال لي روح راني هنا، هذا راه داير عصابه. ما فهمتش انا. زدت في واحد اللقطه قلت له ودي علاش احنا الشعب انتخبك راك دير كيما. قال لي اخويا انا ما كاش اللي انتخبني. قال لي انا درت روحي بروحي. قال لي اقسم بالله العلي العظيم نكمل معاك. الور قالها لي شحال من خطره وحقرني شحال من خطره. طرق الامر باش ندير فيديو. على بالي باللي على جال هذا الفيديو غادي نباصي وغادي يدخلوني للسجن. انني عارف باللي غادي يدخلوني للسجن، ولكن الله غالب ما عنديش طريقه واحده اخرى. انا كون نروح للمحكمه ولا جوج ولا نقول له ودي هالوالي رئيس البلديه هاش راه يدير وراه يهدد فيها، ما كاش اللي يامنك. الاولى يقول لك جيب بريف. يا جماعه انا جبت لكم بريف باللي رئيس البلديه هاش دار. ضياف ربي يعاونوني يا جماعه، ضياف ربي وراه بيخرجني. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه التصرفات لا تمثلني ولا تمثل أخلاق الشعب الجزائري الأصيل ولا حتى قوانين الجمهورية الجزائرية. أتمنى من السلطات الجزائرية التحرك وأخذ الموضوع بعين الاعتبار، خصوصا في هذه الآونة وهذا الوقت بالذات الذي يتكالب علينا وعلى بلدنا الحبيبة وجوها معارضة وخائنة لوطنها يريدون بالجزائر سوءا من كل الجوانب. وهذه التصرفات ليست منا، وعلى رأسها هذا التصرف الدنيء. ونحن شعب يعرف قيمة الاحترام والتقدير، لأنه لا معنى للاحترام دون كرامة عند الجزائري والجزائرية الحرة. فحفظ الله شباب الجزائر وجعلهم أسيادا فوق رؤوس الظالمين. السلام عليكم.